الاخوان، هانتوما كما كتشوفوا السليعه تبارك الله. راه كاينين هاد الولاد، ومازال عاوتاني كاين الولاد واحدين اخرين عند امهات اخرين. راه جميع السلالات كيتواجدوا عندنا. كيتواجد عندنا البابيو الفرنسي كما كتشوفوا، هذه انثى، هادو وليداتها. كيتواجد عندنا فيرلندا، كيتواجد عندنا النيوزيلندي البابيو المصري، كيتواجد عندنا البابي ريغيلاتور، كيتواجد عندنا الدوتش، كيتواجد عندنا الشانشيلا. جميع انواع السلالات كتواجد. الاخوان راه بدينا الخدمه الحمد لله، يعني المشروع راه خدام. بداو توكلوا على الله وبداو راه غادي نتخدموا وغيكون خير ان شاء الله. هادشي راه زوين وفي المستوى، وراه متيطلبش شي تماره ولا شي حاجه. هاد الانتواديه وليداتها تبارك الله، هادو وليداتها وراه دارة تبارك الله. دايره اول ولده ليها. عاد كاين نتاوي اخرين اللي دارين. اللي بغى يخدم على راسو راه عطا الله ما يدار، اللي كما قلنا اللي عنده شي بيت في السطح او شي مساحه خاويه يحاول يستغلها ويخدم على راسو. راه كاين ما يدار الخوت، بنادم ما يأش. كاين شي حوايج اللي حنا كنستهنوا بهم، بحال مثلا التربيه ديال الارانب. كاين اغلبيه الناس كيستهنوا بها، ولكن راه عليها واحد الاقبال كبير وفيها الفلوس وكتولد بزاف. وكل شهر كتولد، كل شهر كتولد واحد العدد ديال الولاد تبارك الله ما شاء الله. هذه اول ولده ليها 6، كاينين تا اللي والدين 8، كاين اللي والدين 9. يعني الاخوان راه غادي تعاون راسك. القناه ديالي في اليوتيوب راه هي مزرعه الشامي لتربيه الارانب، دخلوا ليها ونستافدوا كاملين. الاخوان راه الله الا تعاون راسك بهادشي وشي حاجه زوينه تبارك الله. نتوما تجي تبرك معاهم بحال المكايه وتبقى تشوف فيهم وتلعب معاهم، تشوف الامهات كيولدوا عندك. الامهات كيولدوا عندك، كيتزادوا وليدات عندك وكتكبرهم على ايدك. راه غير هادشي في حد ذاته راه شي حاجه زوينه، وكتعاون راسك في نفس الوقت كما قلنا. والاخوان اللي بغى يربي الله يرحم والدين كنوصيه انه يربي بحال ما كيشري وليدات بحال ما هكا. دابا هادو عندهم شي 16 يوم، هادو وليدات كما كتشوفوا تبارك الله. شوف قداش عندهم، شي 16 يوم. اللي بغى يربي ما يشريش قنيات كبار، ما يشريش اناث كبار او ذكور كبار باش يكونوا مخدامين وتيخرجوهم. كنصحو يشوف شي مربي اللي عنده شي سلاله زوينه ويشري من عنده وليدات اللي عندهم شهرين. وما يعطيش، وإلا كشرى من عنده النتوات ما يعطيش الذكر يكون خو النتوات، حيت كيتزاد واحد التشوه خلقي كيكون واحد الوليدات اللي ما كيخدموش يكون عندهم واحد التشوه اللي تيقول لي تشوه الاسنان، كيطوالوا لهم سنانهم بزاف، كيكونوا معاقين. فهمتوا؟ اللي غيشري من عنده النتوه ما يعطيش الذكر خو النتوات، وشريهم عندهم شهرين. علاش يكون عندهم شهرين؟ حيت الا كان عندهم هذيك شهرين 3 شهور كتجيبهم كيولفوا لك المناخ ديال البلاصه فين انت درتيهم، كيولفوا لك. وثاني حاجه انك كتستغل الغله ديالهم. ملي يلاه كتبدا الغله ديالهم كتستغلها. وثالث نصيحه، ملي يكونوا عندك نتوات صغار امهات باقيين صغار، يلا جبتيهم حاول بحال ما هكا. شوف بحال هاد النتوه تبارك الله كتكون تقرب منهم. ملي كتولد الانثى كتشد لها ولادها، كتشوفهم واش راضعين ولا ما راضعينش. هذيك المعلومه ديال انك كتاكلهم راه ما كتاكلهمش، هذيك راه معلومه خاطئه ديال ان الانثى كتاكل ولادها. راه معلومه خاطئه. كتكون انت واحد هذيك الانثى بينك وبين واحد العلاقه. يعني انا مثلا ملي يلاه كيولدوا ليا كتكون يلاه النهار الاول كنهز وليدات كنشوفهم في الصحه جيده، واش راضعين واش ما راضعينش، كيفاش دايرين. ما كتاكلهمش الحمد لله، هذه سلاله ما كتاكلش ولادها. اما القنيه الا كانت عندك كتاكل ولادها ديك حايده ما نصحكش بها، ما خداماش لك. القنيه اللي كتاكل ولادها ديك من الافضل تذبح. وثالث حاجه، اللي بغى يربي ربي سلاله زوينه بحال السلالات اللي كيتواجدوا عندنا في القطيع ديالنا ولله الحمد. اللي كنشكروا الحاج عبد الله الهردي على هذه السلاله المميزه، لان اللي باع لينا كنشكروه بزاف، الله يرحم الوالدين. بحال هاد البابيو الفرنسي، بحال الفيرلندا، بحال الدوتش، الشانشيلا، البابيو ريغيلاتور اللي نيوزيلندي. السلالات اللي يكونوا زوينين وكيكون تحويل ديال اللحوم. بحال هاد الولاد تبارك الله عندهم 16 يوم، 16 يوم شي الولاد تبارك الله قداش، اللهم بارك. وعليهم اقبالات ديال الميشرو، وكيوصلوا النتوات كيوصلوا 4 كيلو 4 ونص، الذكر تيوصل حتى ل 5 كيلو في الوزن. كيدير واحد الوزن اللي هو زوين. كنصحكم تشوفوا شي واحد اللي عنده شي سلاله اللي زوينه وتجنبوا الشراء ديال السوق، تجنبوا الشراء ديال السوق. حيت لا، وخصوصا لا بديتي تربي، واحد المعلومه، لا بديتي تربي وشريتي مع عند شي اخ شي وليدات مثلا بحال هكا زوينين وسلاله زوينه، شريتيهم من عنده وبديتي كتربي
وياك تمشي تجيب شي قنيه من السوق وتدخلهم على يعجبك شي ذكر ولا شي نتوى وتجيبهم تدخلهم على القاطع ديالك. ما تدخلهمش على القاطع ديالك، علاش؟ حيت تقدر تجيب شي مرض قدر الله والقاطع ديالك كامل اللي شحال وانت كتبني فيه كيمشي لك القاطع ديالك. كضرب كلشي في الزيرو. الا ما كانش شي مربي ارانب اللي هو عنده واحد القنيه زوينه، عنده ارانب زوينين وخاليين من الامراض، ما تدخلش من عنده اي ذكر او اي انثى. هذه نصيحه الاخوان اللي بغيتو تستمروا في المشروع ديالكم. ولله الحمد حنا درنا هذا المشروع وناجح 100%، وبدا عندنا الانتاج ونوليو نترزقوا من الله. قلنا لما لا نشاركوا مع الاخوان، حيت الاخوان اقسم بالله اللي عنده شي بيت في السطح يقدر يصور منه الفلوس. وشي مرة اللي مسكينه باركه في الدار ما كتخدم ما والو تقدر تصور فلوس من السطح ديال قنيات يولدوا ليها. الا عندها ولادها ولا راجلها راه يدي لها الوليدات للسوق، يدي لها الولاد ديال الارانب للسوق يبيعهم ليها. يعني كل انثى بحال هذه غتولد ليها او غتولد لك اخويا. مثلا هذه والده غير السا، عندهم دابا 16 يوم، غيكملوا شهرين غديهم السوق غتبيعهم بواحد. هاد السا دير لهم 100 درهم الواحد غتبيعهم ب 12000. ب 12000 باش غتبيعهم كل شهر تيكونوا واجدين عندك وليدات، كيكون واجد عندك مصروف. ولله الحمد. الى اللقاء في الحلقه المقبله. يلا.